حضرتك جيتي لعندي لتصليح الوجه وشد كامل العنق والحنك والخدود. تفاصيل جديدة كشفها الدكتور نادر صعب حول أزمته مع ريهام سعيد بعد اتهامها له بتشويه وجهها، ونشر مقطع فيديو جديد رد فيه على الاتهامات التي وجهتها له. وعندك فعلا كامل المعلومات عن العملية وعن الجرح وهيدا موسع. وفي بداية الفيديو قال نادر صعب إنه حرص على الظهور للتوضيح وللمرة الأخيرة التي يتحدث فيها عن هذا الأمر، موضحا أن ريهام سعيد جاءت له بهدف إصلاح وجهها وشد العنق والخدود، وأنها خضعت لعمليات سابقة قبل أن تخضع لعملية شد الوجه في عيادته. عارفة أنت تعرف كل المشاكل اللي حصلت لي ولا لأ؟ بس كان أولها الانفكشن اللي جه في مناخيري، يعني هذا وقد كشف نادر صعب في مقطع فيديو أنه لم يلمس الجفن العلوي أو العظمة المحيطة بالعينين، والتي أشارت ريهام سعيد في مقطع الفيديو إلى أنها تشوهت بسبب نادر صعب، كما كشف على أن الجفون لم تكن تغلق بشكل طبيعي، وأبلغها بالأمر إلا أنه لم يتعامل مع هذه المنطقة تماما. كما تحدث نادر صعب في مقطع الفيديو عن أنه أكمل عمله بضمير، وأبلغها بأن النتيجة لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك. وحالتها اشتغلت بضمير وما كان بينعمل أحلى من هيك الشغل. وأضاف نادر صعب أن ريهام سعيد خرجت من المستشفى بعد يوم ونصف فقط وليس بعد شهر، كما قالت في مقطع الفيديو، معبرا عن اندهاشه بخروجها في التلفزيون للإعلان عن منتج تجميلي لشد البشرة، وقامت بغسل وجهها على الهواء دون إبلاغه بنوعية الكريمات المستخدمة والتي وضعتها على بشرتها بعد فترة قليلة من العملية، لافتا إلى أنه تابعها على الشاشة بعد 4 شهور وكانت متألقة. وعن وجنتين صاروا حلوين، قديش طالعين حلوين، قديش بحكي لك؟ العملية ناجحة وما ممكن تنعمل أحلى من هيك. صور ريهام سعيد بعد التجميل والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قال نادر صعب إن الصور كانت لها بالفعل ولكن بعد العملية مباشرة، وهي نتائج طبيعية، ولفت إلى أنه يملك موافقة على نشر كل ما تم تصويره خلال رحلة علاج ريهام سعيد التجميلية، إلا أنه لم يقم بنشر هذه المقاطع إلا بعدما أسماه بحملة تشويه سمعته التي قادتها ريهام سعيد حسب قوله. في عملية من دون جرح، عملية جراحية من دون جرح، ما في كيف يعني.